السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسيش الدعاء لفلسطين. ايه يا عم بسيرو، انت بتعك ليه؟ هو انت الشوط التاني انت بدأت ماشي، بدأت بخمسة تلاتة اتنين. الشوط التاني بقى انت طلع الزناري بدري شوية، ونزل ايشو ونزل الجزيري مع منسي. منسي يطلع ليه؟ هو ناصر منسي يطلع ليه؟ ناصر منسي بيلعب في وسط تلاتة أربع لعيبة من المصري لوحديه. ما فيش حد بيديله كرة باستثناء كرة ولا اتنين من محمد شحاتة، ولا كرة واتنين من عمرو جابر. لكن شلبي اديله كرة لا. عبد الله السعيد برضو مش في حالاته النهارده، واللياقه البدنيه بتاع لعيبه الزمالك جت الشوط الثاني كده ومش هي. يعني المصري لو ده شويه في اول الشوط الثاني كان جاب له جونين. لكن عواد برضو نجم الماتش، عواد ومحمد شحاته ومصدق وناصر منسي، هم الاربع لعيبه اللي لعبوا النهارده. انت عندك ايشو ما تلعبه من اول الماتش ليه بقى؟ عندك ناصر منسي، ناصر ماهر ما تلعبه مكان زيزو من اول الماتش ليه بتسيبه للدقيقه 85 والدقيقه 90؟ انت ما بتفكرش في التغييرات اللي بعد الدقيقه 80؟ ليه من اول الشوط الثاني كده ما ينزلش ايشو، ما ينزلش ناصر ماهر؟ ليه تسيبه لحد الدقيقه 90 ولا 85؟ انت بتفتكر التغييرات في الشوط الثاني بس؟ يا عم بسيرو انت بتبقى فين؟ انت بتبقى فين يا عم بسيرو؟ انت بتبقى نايم وترجع تفوق في اخر المباراه. النهارده التعادل ده بيضيع منك ان انت تصعد لدوري ابطال افريقيا. يعني التعادل النهارده، وممكن التعادل بتاع النهارده ده يبقى سبب خصم الثلاث نقط بتوع الاهلي. ليه؟ خلاص بقى الزمالك بعد عن دوري ابطال افريقيا، والاهلي دخل هو وبيراميدز. يبقى هيشوفوا بقى الاول بيراميدز، والتاني يصعد لدوري الابطال افريقيا، والتاني هيبقى الاهلي. طب انت فين من الكلام ده؟ انت على الاقل تحافظ على المركز الثاني وتشوف الثلاث نقط اللي هيتخصموا من الاهلي. كنت عملت حاجه. لكن انت الاسم ان انت شغال بس ايه؟ واقف لحد الدقيقه 80 85 وتبدا بقى تغير. ما عندك ناصر ماهر اهو دي بيلعب، ما عندك ناصر ماهر اهو، ليه ما تبداش بيه؟ ليه ما تبداش باحمد محمد عاطف؟ لا انت مكوم لي اللعيبه كلها ورا، ومحدش بيلعب لناصر ناصر منسي حاجه. ناصر منسي حتى الجون العالمي اللي جابه اللي اتلغى بلمسه اليد، مفيش حد بيمشي له كوره، مفيش حد بيتابع معاه. هو ايه باستثناء الكره ولا اتنين من شحاته لكن وعبد الله السعيد علامه استفهام. اما تقعدوا مع عبد الله السعيد شوف هيجدد ولا يمشي ولا ايه؟ الزمالك محتاج خمس ست صفقات في الخط الامامي. الخط الدفاعي ماشي، لكن من اول 8 كده، يعني من اول 6 و8 والاجناح والمهاجم، واحد مع ناصر منسي. والجزيري شكله نص الكوره، يعني الجزيري شكله كده نص الكوره. حتى الكرة اللي جات له في منطقة الجزاء بيقلش وبيقع على الأرض. فين بقى النهارده؟ ماتش النهارده ده عندك ماتش البنك الأهلي، الماتش الجاي البنك الأهلي ده فريق النهارده غالب سيراميكا 4. فأنت فين من الكلام ده عم بسيريو؟ مش عارفين. إدارة النادي الكابتن عمرو الجنايني عامل شغل حلو. كمل يا عم عمرو جنايني، وعاوزين خمس ست صفقات حلوين لنادي الزمالك. انتوا شغالين في صفقات حلوه. اهم حاجه مهاجم ورصي واجنحين. جناحين كده، جناح يمين وجناح شمال بقى. مصطفى شلبي النهارده يمسك الكوره يلف، يدخل منطقه بيطلعها بره، يدخل منطقه الجزاء كده يقتحمه ولا ياخد ضربه جزاء ولا حاجه، لا يطلع بره. في يا عم شلبي. طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك في المطوشه اللي جايه. عندك خمس مطوشه، ركز يا عم بسيري في الخمس مطوشه اللي جايين في الدوري. خمس مطوشه ب 15 نقطه، ما حاول ما تخسرش منهم نقطه، لان انت عندك ماتش مع بيراميدز وماتش مع البنك الاهلي وماتش مع سيراميك. يعني عندك مطوشه تقيله، وانت ما عندكش، يعني ما عندكش الفرقه اللي تقدر تشيل. فحاول الفريق اللي تمشي يعني تخطف وتجري زي ما بيقولوا. بنشوف الاهلي امبارح بيلعب ماتش كان لحد اخر دقيقه، وهو خلاص هيتعادل. يعني الاهلي مش الاهلي على قد الصفقات واللعيبه اللي بيجيبها والدولارات والمليارات اللي بتتصرف. مش هو الاهلي، دفاعه مش موجود، دفاعه واخد اجازه. فانت لازم تركز الماتشات اللي جايه، والبنك الاهلي وبيراميدز اللي هو بينافسك امبارح بيفوز في الدقيقه 87. يعني واقع مع حرس الحدود. فانت فين من الكلام ده يا عم بسيريو؟ الفرق كلها واقعه.
هي بتيجي في الترم التاني كده وفي اخر المطوشه وتقع، فانت برضو ركز المطوشه اللي جايه وحاول ان انت تصعد افريقيا. مش لازم ان انت نقول لك هتنافس على الدوري لان عندك ماتش مع بيراميدز، لا، اهم حاجه ان انت تصعد افريقيا. حاول الخمس ماتشات اللي جايين بالطريقه دي، انت المصري ولا يصعد وكونفدراليه وانت لا. فحاول ان انت الماتشات اللي جايه وعندك ماتش بيراميدز مهم جدا، ماتش بيراميدز اهم حاجه. هو نعم يوم 5/6 ولا حاجه، فانت استعد بقى وطلع ولعب، خلي بقى ايشو موجود في الملعب، خلي محمد عاطف موجود في الملعب. طالما ما عندكش بقى لا شلبي ولا زيزو ولا الجفالي ولا، ما تلعب اللعيبه دي. هتاخد منهم، هتطلع منهم نجم كده، هتطلع لاعب. لكن عم بسيري والإدارة حاسس إنهم واخدين أجازة كده. شكرا والسلام عليكم، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.